يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نهاركم زين وعين وورد مفتح على الخدين. إيش نحوالكم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله توحشتوني كما أنا توحشتكم برشا. اليوم فيديو جديد وروتين جديد ومش نشوفوا برشا حاجات جديدة، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تنال رضاكم. كما قاعدين تشوفوا هنا بديت معكم بفطير بنين وكله فيتامين، شوية زيت زيتونة وشوية دقلة وشوية بسيسة وقيوة الكحلة هذيك عاد باش تنشطنا وتعمرنا هكا راسنا وتخلينا نعدي ونهير في فورمة. باللي يقولوا لي شو عاملين في البن، خاطر ما غير القهوة ما نجمش تعدي النهار والبن ديما مش موجود. والله انت عارفوا احنا وياه البن والله مشكلة معناتها بحد ما غير هذيك القهوة ما ينجمش يكمل يعدي النهار. سيرتو استانست بها تنشطني وتعطيني هكا طاقة وتفيقني الصباح. العشية ما نشربش برشا، اما الصباح بصراحة لازمة معناتها هكا باش تفيقني وتسخن. سيرتو هكا تو الشتاء والكل، في الصيف هكا نتفاداها شوية خاطرها سخونة، ما في الشتاء بصراحة لا. اكتبولي في لي كومنتير قولولي شو عاملين في البن. انا الكونتيتي اللي عندي تبدا توفى وانا نبدا نلوج من بلاصه لبلاصه على البن، فماشي هكا من ندبر شويه. والله المستعان وبركه الحمد لله. هوني مش نعمل معكم فكره جديده، مش نعملوا كعبات بنادق على طريقتين مش نعملهم معكم. مش نوريكم نواصلوا في الأفكار متاع الحاجات اللي تعاوننا وتربحنا برشا وقت ونلقاوها هكايا حاضرة سهلة في الفريجيدير. خذيت لهنا زوز نجر مختلفين، حطيت فيهم كونتيتي متاع ماء وحطيت كاس كبير زيت زيتونة وخليتهم على النار يسخنوا. خذيت لهنا كونتيتي متاع اللحم مفروم باش نقسمها معكم على 3. معناتها كل بول مش نعملوها نوع، فهمت؟ مش نقسمها كما قاعدين تشوفوا على 3 كعبورات هكايا كبار شوية، ما يقارب 700 جرام 800 جرام البول معناتها. مش نعمل بيهم بنادق بنين برشا. ننصحكم تجربوهم، ياسر بنين وحاجة هكا نسحقوها هكا تلقاها تيك تاك في الفريجيدير. تعملوا بها شوية حلال، نعملوا بها مرقة فريونت بالكعابر، مرقة لوبيا بالكعابر، مقارنة بالصلصة هكاكا معناتها. هنا خذيت البول الأولى باش نفوحها شوية نعناع شايح، شوية فلفل أكحل، كليل وزعتر مرحيين، ملح وشوية فلفل أحمر وشوية ثوم مرحي. هوني زدت عليهم شوية ماء وعجنتها مليح حتى اللي ندخل فيها هذيك الفاحة الكل، وباش نكعبرها كعاب صغار بالباهي جواد. لهنا حبيت نعملهم متاع الحساء هكايا ولا الحلال لما هكا صغيرونات تتهز هكا في المغرفة، البول صغيرونة ياسر محلاها. كونتيتي طيحت لي ما شاء الله، رب ان شاء الله ينزل البركة. ما شاء الله طيحت لي بالباهي كما قاعدين تشوفوا، ما شاء الله خيرات. يعمل لي حتى 3 ولا 4 مرات. كونتيتي وفيرة والحمد لله. هوني الماء كما شفتوه اغلى،
نرميو الكعبر متاعنا ونخليوهم في هذاك الماء يغليو باش يطيبوا، ونخليوهم حتى لين ينشف الماء متاعهم الكل وتقف على الزيت متاعها باش نخبيوها. ولهنا في نفس الصحفة مش ناخذ البولة الثانية متاع المفروم ومش نفوحها نفس التفويح اللي فوحت بيه الكعابر الصغار، من المرة هذه مش نقسمهم على شكل كبير، نخليهم المقارنة بالصلصة ولا مرقة لوبيا ولا مرقة فيونت هكي كمان نستحقوهم نلقاهم حاضرين. ديما باللي يدي بالماء باش اللحم ما يلصقش في يدي، وفي التكعبير متاعها تجيني سهله. كعبرها هكاك مليح هكا شفتوها كيفاش لهنا اكبر من الاخرين، انت هكا كعبر باهيين حجم متاعهم كبير شويه باش تبدا بريزونتابل في الماكله، مش كيما حساء مش كيما مقارونه. نشكلهم بالطريقة هذه ومقعد كيف طيحت لي كمية وفيرة والحمد لله. كيف نخليهم في هذاك الماء اللي غلا، ونخليهم في الماء هكايا حتى لين ينشف كما قلت لكم الماء ويقف على زيته، يلزم فيه حتى قطرة ماء باش ما يعدموناش. نخليهم يغلي مدة ساعة ولا ما نعرفش انتي والماء اللي حطيته انتي والكوانتيتي اللي عندك متاع اللحم، ووقت اللي ينشف الماء متاعهم واحنا نرجعوا لهم. وهوني ما نسويش هذيك الحوسه، ما نخليوهاش ديريكت، نلمدوها وننظفوا الكوجينه باش ما يتراكمناش الحركه ومن بعد نوحلوا فيها. الكعبر متاعي يغلي والماء بدا ينشف، اما كم ما زالت الماء ما قلت لكمش الماء رميت فيه ورقه رند مع الزيت، يعطي بنا مش نورمال ويفوح الحاجه. كما نعرفوا الرند ياسر بنين، يفوح لنا الحاجه بالباهي. نتفقدهم بدون طون، ما ننساهمش نغفلش عليهم ونرص عليهم حتى لين ينشف الماء متاعهم بالباهي. لهنا كما قاعدين تشوفوا نشفوا بالقدا الماء متاعهم الكل تنحى. ما قعدنا كان الزيت، قليتهم شويه في هذاك الزيت كما قاعدين تشوفوا، حتى من اللون متاعها كيفاش تبدل هكا وغماق. ريحه ما نحكي لكم، مش ريحه النعناع على ريحه التكليل والثوم وهذيك ورقة الرند، ياسر بنا الريحة مش نورمال. عبيتهم في حكة باللار ونخليها الحكة محلولة حتى لين تبرد الكعابر. وكي نحطوهم في الحكة يلزمنا نصبوا عليهم الزيت متاعهم، والزيت يلزمو يكون يغطي هذاك الكعابر وهذاك اللحم الكل، يغمرهم بالباهي ما تقعدش الكعابر طالعين فوق الزيت، معناتها يلزم الزيت هو اللي طالع فوق منهم باش ما يعدموش ويقعدوا يقعدوا حتى مدة 6 شهور في الفريجيدير حتى شيء ما يجرى لهم معناتها.
ولهنا كيما قاعدين تشوفوا كملت لي بول هذوم الصغيرونات كقليتهم وحطيتهم في حكة بالنار، نخليهم حتى لين يبردوا ومن بعد نغطي عليهم. كيما قلنا نغطيهم بالزيت بالباهي حتى لين يتغطوا الكعابر اللي عندنا الكل، ونخليوها تبرد كومبليتمون، بعد نسكر عليها ونخليوها في الفريجيدير. البول الثالثة متاع المفروم قليتها في شوية زيت وملح وفلفل أكحل وكها وما زدتها حتى شيء، وخليتها في الكونجيلاتور نجبدها ان شاء الله باش نعمل بها لازانيا، او كان نلقى المفروم نتاعي حاضر امور مريقله. ولهنا شوفوا لي هكا الزيت كيفاش هكا مغطيهم الكل، هكا النعناع كيفاش هكا ظاهر في الليبولات نتاع اللحم، ياسر بنان الريحة ما نحكي لكمش قديش الريحة بنينة. ديجا انا كليت كعبتين ولا 3 وانا نعبي فيهم معناتها ياسر 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 بنينة. ننصحكم باش تجربوها واعطيوني رايكم، وفكرة هكا سهلة اجبد ديريكت من الفريجيدير وطيب بها اللي تحب تلقاهم حاضرين، حتى اذا كان مع عظيمة مقلية والا صحيا هكا مقلي تز كعيبرة هكاكا وتاكل بها. وتو جينا في محواسة مزيانة خارجة تعمل 66 كيف، بلاصة حكاو عليها العباد الكل، حبيت نكتشفها كيما الناس الكل. المول بتاع صفاقس ياسر مزيان، كونسيبت جديد ما كانش عندنا منه، ياسر مزيان وياسر كلاس، حاجة ياسر مزيانة تعملت في بلادنا الحمد لله يا ربي. بلاصة يتفرهدوا فيها الصغار، يتفرهدوا فيها زيادة الكبار، ياسر مفخم ياسر كلاس. الغلاء بالطبيعة غالي، فيه لي مارك الكل، فيه المارك العادية وفيه المارك الأوت جام وفيه المارك الموين جام، فيه البارك متاع اللي جوي متاع الصغار. انا صراحة نظهر لي ما هو غالي بارابور اللي مقارنة ببلايص أخرى، أنا ظهر لي البارك ما هوش غالي معناتها نتاع لي جوي بور لي زونفون. الحمد لله يا ربي تفرهدنا وشيخت الصغار هزيتهم لعبوا وشيخوا، بعد تعب الامتحانات والقراية كاو لازم منها كتفرهيدة ينحيو بها كخبجة. هذا اللي نجب نصوره لكم من المول، تلهيت بالصغار والكل تعرفوا معناتها معايا الصغار، ما نجمش نصور بالباقي كيف ما نحب، ما حاولت نصور لكم أكثر ما يمكن. إن شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبكم، وإن شاء الله ما قاش نطول عليكم بالفيديوهات متاعي، نخليكم تستمتعوا بكمالة الفيديو، ونخليكم أنا في أمان الله وفي فيديو قادم إن شاء الله.
الله.